السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الفرق ما بين حجم التداول وقيمة التداول، وهنتكلم في مؤشر الفوليوم. تعالوا نبتدي بسرعة. يعني إيه حجم التداول؟ حجم التداول هو عدد الأسهم التي تم التداول عليها سواء بالبيع أو بالشراء، وقيمة التداول هي عدد الأسهم في سعر الصفقة سواء صفقة بيع أو صفقة شراء. تعالوا نضرب مثال. سهم مثلا سهم إكس كان عدد الأسهم التي تم التداول عليها 600 ألف سهم. دول إجمالي عدد الأسهم، دول متقسمين حضرتك على حسب سعر السهم. يعني حضرتك دلوقتي 600 ألف دول متقسمين 100 على سعر مثلا جنيه، 200 ألف على سعر جنيه وبريزة، 300 ألف على سعر جنيه وخمس قروش. حضرتك احنا ما بيهمناش في حجم التداول السعر اللي تمت عليه الصفقة، ولكن بيهمنا عدد الأسهم. طيب تعالوا نشوف قيمة التداول. قيمة التداول بتتحسب عن طريق حاجتين، عن طريق عدد الأسهم في سعر الصفقة. يبقى إذن حجم التداول اللي بيهمنا فقط هو عدد الأسهم، وما يهمناش سعر السهم أو سعر الصفقة وقت الشراء أو وقت البيع. بينما قيمة التداول بيفرق معانا حاجتين، أو بيتحسب عن طريق حاجتين: عدد الأسهم وسعر الصفقة سواء بالبيع أو بالشراء. يعني حضرتك دلوقتي عندنا في المثال اللي احنا ضربناه حجم التداول كان 600 ألف سهم. يبقى إذن قيمة التداول هتضرب 600 ألف سهم دول في سعر الصفقات اللي تم التداول عليها أو بالبيع أو بالشراء. يعني حضرتك احنا قلنا ان 100 ألف كان في جنيه وبريزة، هتضرب 100 ألف في جنيه وبريزة. بعد كده في 200 ألف في جنيه وعشر قروش، هتضرب 200 ألف في جنيه وعشر قروش. بعد كده في 300 ألف في جنيه وخمس قروش، هتضربهم بعد كده هتجمعهم، هيديك حضرتك قيمة التداول. ده الفرق بكل بساطة ما بين حجم التداول وقيمة التداول. طيب تعالوا نتكلم في مؤشر الفوليوم. وهل مؤشر الفوليوم بيديك إشارة إن إحنا نشتري أو ما نشتريش؟ طبعا. هقول لحضرتك ليه. دلوقتي حضرتك بكل بساطة أنت دلوقتي عندك بضاعة، البضاعة دي كل يوم الإقبال عليها بيزيد، وعدد الناس اللي بتشتري بيزيد، وعدد الكميات اللي بيبقى بتتباع او بتشترى بتزيد. يبقى اذا في اقبال على البضاعة دي. يبقى اذا حضرتك الحجم ما هو الا اشارة ان في اقبال على السهم. يعني كل ما الحجم بيزيد، وانا اقصد بالحجم اللي هو زي ما شرحناه قبل كده عدد الاسهم، ده بيبين لك ان في اقبال على السهم ده، ان سعر السهم ده سعر جيد. وفي تقريبا علاقة شبه عكسية ما بين الحجم والسعر. يعني يا فندم كل ما الحجم بيزيد كل ما تلاقي سعر السهم قليل او سعر السهم اقل من اليوم اللي قبليه. بينما كل ما سعر السهم بيزيد بتلاقي الحجم او عدد الاسهم بيقل. ففي تقريبا علاقة عكسية ما بين الحجم والسعر. الحجم لما يزيد بتلاقي السعر قليل او السعر اقل من اليوم اللي قبليه. زي يا فندم دلوقتي العلاقة ما بين الطلب والسعر. دلوقتي حضرتك كل ما الطلب بيزيد على بضاعة يبقى اعرف ان السعر قليل، وكل ما السعر بيزيد كل ما الطلب عليها بيبقى قليل. ده اسمه يا فندم مؤشر الفوليوم. بيديك اشارة ان والله الناس حاسة ان السهم ده سعره كويس ومحفز جدا، فبشتري منه كميات. ده كان مؤشر الفوليوم،
وده كان الفرق ما بين حجم التداول وقيمة التداول. أتمنى تكون المعلومة وصلت لحضراتكم، وأتمنى أنكم استفدتم من الفيديو ده، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وأتمنى الانضمام إلى جروب الفيسبوك البورصة في أكاديمية عواد. وأنا أشكر حضراتكم جدا جدا جدا، وأهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية. شكرا جدا لكم.